بتبدأ حكايتنا لما بيكون كل الأطفال بيلعبوا وبطلنا نايم على السرير ومش قادر يتحرك، وبيسمع 2 من الخادمات بيتكلموا عليه إن هو مش قادر يتحرك بسبب المرض اللي جاله من شهر، وبيكونوا مش عارفين هو لما يكبر هيتولى شؤون العمل إزاي. وبيقولوا كمان إن السيدة مش هتقدر تجيب طفل كمان، فبطلنا بيكون حزين جدا على اللي بيسمعه ده وبيكون مش عايز يموت. وفجأة بيحس بحركة، ولما بيرفع 2 وبيخبط عليه وبيدخل، ولما بيدخل بيؤمر ال2 اللي موجودين معاه انهم هم كمان يدخلوا. والجد بيقول لبطلنا ان ال2 دول جايين هنا عشان يتدربوا، وبيبدأوا ال2 انهم يعرفوا عن نفسهم. والاول بيقول لبطلنا ان هو اسمه ساسكي، والتاني بيقول له ان اسمه نيكيتشي. فبطلنا بيسأل الجد هو ليه جايب ال2 دول يتدربوا مع انه هو ما دربش حد قبل كده، يعني ايه المميز في ال2 دول؟ فالجد بيبدأ ان هو يحكي له ويقول له ان هو قبل ما يتولد كان ليه اخ صغير ومات، وبعد ما مات امه فضلت تدعي كتير وتصلي عشان تولد تاني، ولكنها بتكون قعدت ليالي وايام كتيرة جدا عشان تخلف، وفي الاخر ربنا رزقها بيه. وعشان كده هم جايبين ال2 دول عشان مش من البشر. والجد بيطلع الدواء وبيطلب من بطلنا ياخده عشان يبقى جسمه قوي. وبعد شوية بطلنا لما بياخد الدواء بيكون خلاص هينام، ولكنه بيسأل ساسكي ونيكيتشي ان هما من اي روح، فبيقولوا له ان ساسكي من روح الإينوجامي ونيكيتشي من روح الهاكوتاكو. وبعد سنين وايام طويلة حيث اصبح شينجيرو وساسكي ونيكيتشي شبابا يافعين. هنا تبدأ الحكاية يا صديقي، وهيا لنكمل. بيروح ساسكي ونيكيتشي عشان يصحوا بطلنا، ولكنهم بيلاقوه صاحي وبيدخلوا له الغرفة وبيسلموا على بعض. وبعد شوية بيبدأوا ان هم يساعدوه في لبس الملابس بتاعته، وبيعرفهم ان هو حاسس ان هو كويس النهاردة وهيروح ياخد الفطار بتاعه في المتجر. وطبعا وهو ماشي كل ما خادم يشوفه يبدأ ان هو يسلم عليه شوية، لحد ما الولا صدع وما بقاش عارف يعمل ايه، لحد ما اخيرا بيوصل للمكان اللي فيه الخادمة الخاصة بالطبخ، وبيطلب منها ان هي تحضر له الاكل، وبيتأسف لها لان هو هياكل بعد ما الكل اكل. فبتعرفه ان ده مش مجهود ولا حاجة، وان هي اللي مربياه. واخيرا بيوصل للمكان اللي فيه امه، وبيبدأ ان هو يسلم عليها وبيدخل، وبتكون امه متفاجئة شينجيرو بالمرض. وبعد كده بيستأذن من بطلنا وبياخد بعضه وبيمشي. وبطلنا ساعتها بيتجه للدرج وبيطلع شيء بيشبه القلادة وبتكون بتنور نور غريب، وبطلنا بيفضل يبص لها شوية. وبعد شوية بنشوف بطلنا بيقرا في ورقة، وبعد كده بيتجه لصورة شخص وبيقول بيوبو نوزوكي، وبيقول له أوامرك يا مولاي. ساعتها بطلنا بيعرفه ان هو عايز يروح مكان اسمه ميهارو، وان هو عايز يروح هناك عشان يجيب مجموعة من الدانجو. وبنشوف ان نيزوكو ده هو بينام مكانه عقبال ما هو يروح المشاوير بتاعته ويجي. ونيزوكو بيطلب منه ان هو يجي قبل ما العشاء يتحضر عشان محدش يكتشف امره. وفي الليل بطلنا بيكون ماشي ومش لاقي الشخص اللي هو بيدور عليه، ولكنه فجأة بيسمع صوت حد بيكلمه، وبيعرف ان دي البنت اللي اسمها سوزو هيكومي، وان دي روح من الأروكيتشي. وساسكي مجوش معاه، فبيقول لها ان هو مش عايزهم ييجوا معاه في كل حتة، وان هو كمان جاي عشان يشوف المربية القديمة بتاعته لانها مريضة، وهو راح عشان يطمن عليها. ولكنه بيكون كذاب، واللي هو بيقوله كله ده كذب. وبنعرف ان هو رايح اساسا عشان يشوف اخوه الكبير، وانه هو مروح ملقاش حاجة تخليه يرجع البيت. ولكنها بتقوله ان هو كذاب لانه هو اساسا وحيد وما عندوش اخوات، وبتقوله ان هي قالت له قبل كده ما يستهترش بالامور دي لان مش كل الارواح اللي بيشوفها كويسة، وبتطلب منه ان هي ترافقه لغاية ما يرجع البيت بامان. ولكن فجأة وهما ماشيين البنت دي بتقوله ان هي شم ريحة دم مقرفة جدا. ساعتها بطلنا بيكون مش عارف الريحة دي جاية منين، ولكن فجأة وهما ماشيين في شخص ملابسه كلها مغطى بالدماء، وكمان في ايده سكينة،
وبيقرب على بطلنا. ساعتها البنت النادلة دي بتختفي فورا. ساعتها بطلنا بيبدأ ان هو يجري والشخص ده بيجري وراه لغاية ما بطلنا بيطفي النور اللي في ايده وبيستخبى في مكان. وبعد كده بطلنا في المكان ده بيبدأ القاطع الطريق ده ان هو يقرب عليه. ساعتها بطلنا بينادي على قاطع الطريق وكمان بينادي على روح اسمها فورابي. ساعتها فورابي ده بيظهر وبيبدأ ان هو يتولى امر قاطع الطريق وبيعمل نفسه كأنه هو البطلنا وبيجري وبيخبطه بقوة لهبية وبعد كده بيجري بكل سرعته. ساعتها قاطع الطريق ده بيبدأ ان هو يجري وراه، واثناء ما بيكون بطلنا بيهرب البنت نيوزو بتقوله انها لسه شامة ريحة دم، وبيقربوا على البحر وبيتفاجئوا بجثة شخص مقتول. ساعتها بطلنا بيتصدم وبيكون مش عارف يعمل ايه، وبيكون بطلنا عايز ينادي اي حد عشان يساعد الشخص ده او حتى ينقذوه قبل ما يموت، ولكن نيوزو بتصر عليه وبتاخده وبتمشي. وبعد شويه بنشوف بطلنا شينجورو واقف مع نيوزو بيقول لها انت متاكده ان احنا ما كانش ينفع نستدعي حد؟ فبتقول له ان الراجل كان ميت اصلا وان هما ما كانوش هيقدروا يساعدوه باي شيء، وعشان ما يجيبوش المشاكل لنفسيهم اي حد تاني يوم الصبح هيشوفه هيبلغ اكيد عن الجثه، وان اكيد نيكيتشي وساسوكي بيدوروا عليه في كل مكان. فبطلنا بيقول لها ان الراجل اللي كان ميت ده كان لابس ملابس شخص حرفي. فنيوزو بتقول له حاول ما تفكرش في الموضوع كتير ويلا بينا عشان ما نتأخرش عليهم. وبعد شوية لما بيوصل شينجورو عند بوابة المدينة بيتفاجئ بوجود نيكيتشي وساسوكي قدامه وواقفين عشان يستقبلوه، فهو بيتخض جدا وبيكون مش عارف يقول ايه. ولكن ساعتها هما بيكونوا متعصبين جدا وبيسألوه هو كان فين في الساعة دي، ولكن بطلنا بيتجاهل كل أسئلتهم وهم ساعتها بيشموا منه رائحة الدم، وفجأة بيشيلوه وبيبدأوا ان هما يفتشوا فيه لحسن يكون أصابه أي مكروه. ولكن ساعتها نيوزو بتعرفهم ان هم قابلوا سفاح وهربوا منه وان هو كويس وما فيهوش حاجة، ولكن ممكن تكون ريحة السفاح انتقلت لملابس شينجورو. ساعتها بينزلوا بطلنا وبيشكروا نيوزو وبيطلبوا منها ان هي تمشي، وبياخدوا بطلنا عشان يمشوا، ولكن هو بيقف وبيسلم على نيوزو الاول وبعد كده بيخشوا هم التلاتة. وفي طريقهم للدخول بطلنا بيتكلم معاهم وبيقول لهم هو انتوا ساكتين ليه؟ فبيقولوا له ان هم مش طايقينه ولكن مش هينفع يهزقوه في نص الطريق قدام الناس. ولكن المفاجأة ان هم لما بيوصلوا للغرفة بطلنا بيتصدم لما بيشوف بيوبو مربوط ومرمي على الارض، واللي بيكون عمل فيه كده هو نيكيتشي وساسوكي لانهم بيكونوا اكتشفوا اللي بيعمله هو وبطلنا في الخفاء. وبيدخل ساسوكي وبيقول لبطلنا هو انت فاكر اللي بتعمله انت وبيوبو احنا مش عارفينه؟ احنا كاشفينك من زمان. فبطلنا بيطلب منهم ان هم يفكوه لان هو ما بيعملش غير اللي بطلنا بيطلبوا منه، لكنهم مش بيوافقوا، بيقولوا له ده مش مبرر للي انتوا بتعملوه وان انت تخرج بالليل وهو يفضل نايم مكانك كأنك انت. وبيكونوا عايزين يعاقبوا بيوبو ويعلقوه في البير ليلة كاملة عشان يتعلم الأدب. ساعتها هو بيتصدم لانه هو اساسا رسمة على ورق ولو لمس المية هيموت. ساعتها هم بيكونوا عايزين يعرفوا كل حاجة عن القاتل اللي بطلنا قبله، فهو بيقول لهم ان هو مش هيحكي حاجة غير لما يفكوا بيوبو. وبالفعل ساسوكي بيقوم يفكوا بيوبو بيرجع لمكانه مرة تانية. نيكيتشي ساعتها بيطلب من بطلنا ان هو يحكي لهم بقى، وبعد شوية بنشوف ان بطلنا حكى لهم كل حاجة. ساعتها هما بيسألوه عن لو كان الشخص اللي هو لحقه ده كان راجل، فبيقول لهم بالفعل ان هو راجل وممكن يكون كمان من اهل المدينة. ساعتها هما بيكونوا منبهرين جدا من قدرة بطلنا على تمييز الناس حتى لو الدنيا ضلمة ومش شايف حاجة، وبيسألوه لما هو ظهر قدامه كان ساعتها قتل الشخص اللي بيقول عليه ولا لسه؟ فبيقول لهم بطلنا انه بالفعل كان قتل الشخص اللي هو كان بيقول عليه. فنيكيتشي بيعرفوا ان في حاجة تانية مهمة وان ممكن ان القاتل ده يكون لمح وجه بطلنا، ولكن شينجورو بيعرفوا ان الدنيا كانت ضلمة جدا وان حتى وهو ماسك فانوس ما كانش شايف كويس، ان هو حتى ما قدرش يشوف ملامح وش القاتل ده. بيعرفوه ان الراجل ما كانش ماسك فانوس وان هو اللي كان ماسك فانوس والضوء الوحيد جاي من عنده، فاكيد هو شاف الفانوس اللي منقوش عليه اسم ناجازاكي.
يطلبوا منه إن هو ما يغادرش البيت لأي سبب كان لغاية ما يقبضوا على القاتل ده، ولو هم طولوا وما قبضوش عليه هم اللي هيتحروا في الأمر بنفسهم، وبيطلبوا منه إن هو ياخد حذره الأيام دي. فبيطمنهم إن هو هياخد حذره ويفضل في البيت الكام يوم دول. وبيقوم بطلنا وبيبدأوا إن هم يجهزوه عشان النوم، ولكن وسط وهما بيتكلموا فجأة بيحسوا إن الباب بيتحرك وبيحسوا إن في حد ورا الباب. ولكن المفاجأة إن لما الباب بيتفتح بيكون ده والد بطلنا، اللي بيكون متضايق جدا لأن بطلنا لسه ما نامش ولسه صاحي لغاية دلوقتي، وبيقول له إن هو لو ما نامش هيتعب، وبيلوم على نيكيتشي وساسكي لأنهم لغاية دلوقتي ما خلوش بطلنا ينام. ساعتها هما بيعتذروا له وبيروح بطلنا عشان ينام. وفي اليوم التاني في محل ناجازاكي بنشوف بطلنا قاعد مع والدته اللي بتعرفه ان السيد هيجري راح ناحية نيو هاباشي بعد ما فتحوا المتجر الصبح بسبب ان في جريمة حصلت هناك. وهي وقفت نيكيتشي واتأكدت منه ان بطلنا في غرفته، وبتعرفه ان هي كانت عارفة ان هو امبارح ما كانش في البيت، وبتسأله هو كان فين امبارح لانها بتقلق عليه بسبب ان جسده ضعيف وهي بتخاف عليه جدا لحسن تحصل له اي حاجة. ساعتها هو بيبدأ ان هو يعتذر لها، وبعد كده بيمشي وهو حزين وبيروح على المكان الموجود فيه نيكيتشي ورئيس الموظفين. بيسألوا نيكيتشي لو هو محتاج حاجة، لكنه بيسرح في حاجة تانية خالص، وهي انهم مش بيدوله اي مهام او اي حاجة يعملها، ان هو طول ما هو غايب التجارة ماشية زي الفل. فبعد كده بيقول لنيكيتشي ان هو هيروح عشان يزور ايكاتشي في ميهوريا. وبعد شوية بنشوف ان نيكيتشي مع بطلنا وبيمشي قدامه وبيأمن له الطريق قبل ما هو يخش في اي حتة. بالفعل هما الاتنين بيوصلوا للمكان الموجود فيه ايكاتشي وبطلنا بيسلم عليه. ساعتها نيكيتشي بيطلب منه ان هو يحرص على سلامة بطلنا. ساعتها ايكاتشي بيقول له ما تقلقش، وهما الاتنين بيخشوا. لما بطلنا بيخش المحل وبيشوف الاكلات اللي ايكاتشي عاملها بيشوف ان هي شكلها مختلف عن بعض ومش شبه بعض خالص، لكن بطلنا بيطلب منه ان هو ياخد واحدة عشان يدوقها. فطبعا ايكاتشي بيقول له اتفضل. وفي الوقت ده بتدخل بنت وبيكون اسمها هارو، وبتطلب من بطلنا ان هو يخش عشان تجيب له الشاي. فبيشكرها بطلنا وبالفعل بيخش هو وايكاتشي. لما بيقعدوا بطلنا بيدوق اكل ايكاتشي، طبعا بيكون طعمه زي الزفت ومحدش بيكون عاجبه الاكل اللي هو بيعمله. وبتيجي اوهارو وبتقول لبطلنا خد يا ابني الشاي بلع القرف اللي انت كلته ده. فايكاتشي بيتضايق وبيقول لاوهارو تغور في داهيه عشان هم يكملوا كلامهم. بالفعل لما اوهارو بتمشي بيقعدوا يتكلموا، وبطلنا بيقول لايكاتشي ان هو راح لمنطقه ازومايا لوحده امبارح. ساعتها ايكاتشي بيتصدم لانه قطع المسافة دي كلها لوحده. بيسأله لو هو راح هناك عشان يقابل ماتسونوسكي. طلنا بيعرفوا ان بالفعل راح هناك عشان كده، ولكنه ما قدرش ان هو يقابله. ولكن المفاجأة ان نيكيتشي وساسكي عرفوا ان هو خرج من غير ما يعرفهم. بيعرفوا كمان ان هم هزقوه امبارح، وبيعرفوا ان هو ابوه هزقه هو كمان امبارح لان هو مش عارف يطبخ الحلوى حلو، وان هو بيحسد بطلنا لانه وريث لعيلة كبيرة جدا وفلوسهم كتير. ولكن المشكلة مش هنا، المشكلة ان هو ما بيتدخلش في التجارة خالص ومش بيأثر على اي شيء، وعنده موظفين بيديروا المتاجر بتاعته بالنيابة عنه. ولكن هو وحيد هو ووالده اللي شغالين في المتجر، وهو مش لاقي حتى يتدرب فيها لأنه هو شغال في المتجر ومش عارف حتى يشتغل حلو. وبطلنا بيعرفه إن والده لسه شاب وإن هو في وقت عشان يتدرب، وبيبدأ إن هو يحفزه شوية. وبعد شوية بنشوف بطلنا بيودع إيكاتشي وبيكونوا وصلوا عند بيت بطلنا. لكن الصدمة لما بطلنا بيدخل وبيلاقي إن كيتشي قاعد في وشه ومستنيه وبيرحب بيه، لكن بيقاطعهم دخول الرئيس هيجري. وبطلنا ساعتها بيسألوا عن الحادثة اللي حصلت الصبح. فنيكيتشي ساعتها بيطلب منهم انهم يدخلوا في المتجر من جوه عشان يقدروا يتكلموا براحتهم. وبالفعل لما بيدخلوا بيبدأ الرئيس هيجري ان هو يحكي ويقول ان في راجل كبير كان بيكنس قدام المحل بتاعه لما صحي بدري، ولكنه بيتفاجئ بجثة جنب المعبد. وبيحكي البطلنا ان الضحية كانت نجار يدعى توكوبي.
عرفوا بسبب العلامة الموجودة على المعطف اللي هو لابسه، ولكن لغاية دلوقتي ما عندهمش الدافع أو الدليل وراء قتل الراجل ده. ولكن بيقول معلومة مهمة جدا، وإن راسه اتفصلت عن جسمه. بطلنا بيتصدم لأنه ساعة ما شافه كانت راسه موجودة على جسمه عادي. وسط ما هما بيتكلموا وبيفترضوا مجموعة من الأدلة، بيدخل عليهم كيتشي يقول للرئيس هيجري إن المساعد بتاعه شوجو مستنيه بره وبيسأل عليه، وهو ماشي بياخد رشوة من نيكيتشي. ساعتها بيدخل ساسوكي وبيكون متضايق جدا عشان الشخص ده ملوش لازمة وعمال بس ياخد رشاوي ويبلع في الأكل وملوش أي لازمة. ساعتها بطلنا بيسأل ساسوكي ايه اللي جابه هنا مع انه ما بيجيش هنا كتير، فبيفاجئه ساسوكي وبيقوله ان هو جات له رسالة مهمة، وهي ان واحدة من السفن بتاعتهم رست في مينا شيناغاوا، وبيعرفوا ان هي متحملة بالبضاعة اللي هو عارفها. الجانب التاني بنشوف القاتل بيغسل السكينة بتاعته وبيرفع وشه وبنشوف مين هو.